هشام بيغير عليها من الرجالة ومعين لها جارد بنت تحميها من المعجبات وبتقبض بالدولار وبتقول لها تعمل ايه وما تعملش ايه وما تقدرش تروح مكان من غيرها ولازم ايديها في ايد ليلى وإلا حسابها هيكون صعب مع هشام وهي عنيف المكان عليها في عدم وجوده. وشايفة أحمد زاهر أبوها التاني اللي بتحكي له مصايبها وعندها براند ملابس باسمها واللي بتعمله مع ملك زاهر محدش يتوقعه. صندوق أسرار منا جارد ليلى أحمد زاهر، يا ترى إيه أسرار حياتها؟ إشمعنى هي اللي اختارها هشام؟ هل ليلى بتغير منها على هشام؟ كل ده وأكتر هتسمعوا معايا في الفيديو ده، خليكم متابعين للنهاية. البنت اللي بتظهر مع ليلى أحمد زاهر في كل مكان طلعت حكايتها حكاية ولا في الخيال. أيوة، ما طلعتش صاحبتها الأنتيم زي ما الناس كانت متخيلة. تعالوا أقول لكم حكايتها. اسمها منا، ودي بقى تبقى البودي جارد بتاعت ليلى أحمد زاهر. أيوة، ما هو هشام جمال بيغير على مراته ليلى جدا، والحقيقة إن أول ما ارتبط بيها وهو جاب لها منا وقال لها دي هتبقى معاكي فين ما تروحي هتروح معاكي، ولازم تكون ايديها في ايدك علشان ابقى مطمن عليكي وكمان تحميكي من المعجبين اللي بيتجمعوا حواليكي. طبعا انتوا مستغربين اشمعنى بنت هي اللي تبقى الجارد بتاعتها. ما انا بقول لكم هشام بيغير عليها جدا، فمش هيقدر يجيب لها راجل يحميها. بالنسبه له دي فكره صعبه، يعني ايه راجل غير ويحمي مراته؟ فقال مفيش احسن من منا، اي حتى تاخد رايها في اللبس، وكمان لو ليلى في مناسبه والروج باظ ولا شعرها هي تظبط معاها وتركب معاها نفس العربيه وتسافر معاها لو هو مشغول في شغله وما بيكونش قادر طول الوقت انه يتواجد مع مراته. وفي الاول وفي الاخر دول بنات زيهم زي بعض. ليلى ما قدرتش ترفض، بالعكس حاجه فرحتها قوي، اللي هو جوزها بيحبها وبيخاف عليها لدرجه انه يجيب لها بنت جارد ليها، ونفذت تعليمات جوزها هشام ولا يمكن تروح اي مناسبه شخصيه او حتى فنيه من غير منا. لا، ده كمان الموضوع اتطور ما بينهم وبقوا اصحاب، وده طبيعي لأنهم مع بعض دايما. منا بقى أسلوبها حلو في الكلام وقلبها طيب، صاحبة عيلة زاهر كلهم، لدرجة إنها بتقول على الفنان أحمد زاهر أبويا التاني اللي بحكي له كل المصايب وغلطاتي في الحياة. وعلاقتها بملك أحمد زاهر برضه حلوة جدا، وبتخرج معاها ويتفسحوا وياخدوا رأي بعض في كل حاجة، اللي هو من الآخر كده بقت من عيلة زاهر، ما تحسهاش واحدة غريبة عنهم. وخليني أقول لكم سر محدش يعرفه، إن منا تعتبر الدراع اليمين لهشام جمال من قبل ما يرتبط بليلى زاهر أو حتى يعرفوا بعض. أيوة، ما هي شغالة في شركة الإنتاج بتاعته بقالها سنين طويلة، وعلشان كده هو اختار منا بالاسم، هي اللي هتكون مع مراته ليلى. وده اللي مخلي ليلى ما بتغيرش منها على هشام، بالعكس بتعتبرها أخت هشام تماما وبتقف تصورهم وهم مع بعض. أما بقى عن قبض منا فأكيد بتقبض بالدولار، فدي برضو شغلانة مع هشام جمال اللي يعتبر من أتقل المنتجين في الوسط الفني، وما شاء الله نجحته كتير قوي. منا مش شغالة مع هشام جمال وبس، لا دي كمان عاملة براند ملابس باسمها اللي هو سند ليها بجانب شغلها في شركة هشام. قولوا لي بقى ايه رأيكم في حوار جارد ليلى زاهر ده؟